ايه الواحد محتار ياكل ايه. انا في ميدان سفير مصر الجديدة. فعلا الواحد جعان مش عارف ياكل ايه. شارع محير، شارع كله مطاعم وكله اكلات حلوة، شاورما وحواوشي وفطاير. الواحد محتار ياكل ايه، بس الواحد جعان. ميدان سفير، يا ترى تاكل منه ايه؟ ايه ده؟ ممكن الواحد ياكل حواوشي. ده في حواوشي العائلات اهو على اليمين. ايه ده؟ ده حواوشي العائلات. يلا بينا نشوف حواوشي العائلات ده. اول اقتراح معانا ميدان سفير، واول مطعم قابلني وانا ماشي في ميدان سفير. يلا بينا حواوشي العائلات. ترندات بنعيش أحلى اللحظات. ويا مساء الفل، وحلقة جديدة من ترند الترندات. وتاكل ايه في مصر الجديدة الجزء الثالث. كنا عملنا حلقتين قبل كده، تاكل ايه في مصر الجديدة. هسيب لكم اللينك بتاعهم اللي يحب يشوفهم. النهارده تاكل ايه في مصر الجديدة، وبالاخص منطقة ميدان سفير. ميدان سفير من الميادين المشهورة جدا والقديمة جدا في مصر الجديدة. كلنا بننزل ميدان سفير، اللي عايز يعمل شوبينج، اللي عايز يشتري لبس، اللي عايز يشتري اي حاجة، اللي بيحب ياكل. طبعا ميدان سفير فيه مطاعم حلوة جدا جدا جدا. تحتار وانت في ميدان سفير هتاكل ايه. النهارده معانا افضل 3 ترشيحات تاكل ايه في ميدان سفير. 3 ترشيحات مختلفة، اسعار حلوة، جودة حلوة. مطعم حواوشي العائلات، بروتين العائلات زي ما مكتوب على اليافطة. مطعم العائلات من اقدم محلات الحواوشي في مصر الجديدة وفي مصر كلها اعتقد. طبعا كلنا عارفين مطعم حواوشي العائلات، مش محتاج الناس تعرفه، مش محتاج احنا نرشحه للناس. بس احنا قلنا نيجي نشوف مطعم العائلات. اول مطعم هيقابلك وانت داخل ميدان سفير، لازم نجربه، نشوف الجودة بتاعته زي زمان زي ما تعودنا عليه. انا من ساعة ما اتولدت وانا شايف مطعم العائلات ده موجود. زمان كان بيعمل حركة حلوة قوي كانت بتعجبني، كان بيعمل اسعار خاصة قبل الساعة 2 الظهر للموظفين. كان دايما تلاقي مثلا رغيف الحواوشي بالليل بيتباع بالسعر، الصبح بيتباع بالسعر. مطعم حواوشي العائلات من المطاعم القديمة جدا واللي كلنا عارفينها. جايين النهارده ندوق الصنفين اللي عنده، الحواوشي والكفتة، الكفتة المشوية على الفحم والحواوشي. الحواوشي عامل 3 أصناف، في واحد ب20 جنيه، وفي واحد ب30 جنيه، وفي واحد ب50 جنيه. احنا النهارده اخترنا الوسط، 30 جنيه حواوشي لوكس. تعالوا نشوف كده الحواوشي اخباره ايه والكفتة اخبارها ايه. يلا بينا. ايه الحواوشي، حواوشي العائلات. اوبا 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 اوبا، لسه طالع من الفرن حالا. طب نشوف كده شكله من جوه. تعالى يا مايكل كده وريني. كمية اللحمة كويسة جدا، كمية كبيرة، تحس ان هو حاطط كمية حواوشي حلو. العيش مقرمش وسخن، مش قادر اقول لكم عليه. احنا لازم ناكل، يعني الحتة دي كده تتاكل لوحدها، دي كده لوحدها كده تتاكل تحفة. هتخلصوا كله مش هتسيب ولا حتة فيه. تعالوا بقى ندوق اللحمة بقى اللي جوه، الحواوشي اللي جوه اخباره ايه. يلا. طب احنا ممكن نجرب بقى ندوق حتة حواوشي كده لوحدها من غير العيش، حتة كده لوحدها. طعم الحواوشي حلو جدا جدا، حواوشي سادة من غير اللحم. التتبيلة بتاعته، عامل التتبيلة انت شايف تتبيلة الفلفل والبصل والثوم. لا 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 لا، تعالوا ندوق حتة بقى. تعالوا ندوق بقى حتة. وطبعا عشان تاكل الحواوشي عنده هو بقى الشيء بدون الشيء، عنده الطحينة والمخلل والسلطة الخضراء. جبنا 3 أصناف. لازم بقى ايه، ده السلطة الخضراء، سلطة خضراء خيار وطماطم
كمية كويسة، في طماطم رغم ان الطماطم غالية، فدي حاجة كويس. ومعانا كمان علبة المخلل، علبة محترمة جدا جدا وسعرها 5 جنيه، وبرضو السلطة الخضراء سعرها 5 جنيه. اوبا اوبا، مخلل درجة أولى، ندوق كده. مخلل. والطحينة، سعر العلبة 3 جنيه، علبة صغننة، يعني ممكن تجيب لك كذا علبة طحينة. ريحتها طحينة يعني، لا جودة الطحينة حلوة جدا جدا جدا، انت حاسس بطعم الطحينة، فلازم ندوق بقى الحواوشي بالطحينة بقى. يلا بينا. طبعا حواوشي بالطحينة برضو وداه في حتة تانية. هو الحواوشي حلو لما تحط عليه الطحينة برضو بقى ايه، بقى جوسي كده وطري كده برضو في بقك شوية. عايز اقول لكم السلطة الخضراء الجودة بتاعتها حلوة جدا، التتبيلة متبلها مش مجرد مقطع خيار وفلفل وخلاص، لا متبلها حاطط شطة وملح لا يعني مهتم بالحاجات الصغيرة، ودي حاجات حلوة. تعالوا بقى ندوق الكفتة. عنده بقى الكفتة سعر الرغيف 30 جنيه. ايه بقى موضوع الكفتة؟ هو عنده رغيف بلدي، ويروح تانيه كده من جوه ويحط فيه سيخ كامل كفتة، وطبعا بقى معاها السلطة الخضراء، الطماطم والخيار اللي معاها الطحينة، بس هو سيخ كفتة. فسعر حلو جدا، سندوتش كفتة ب 30 جنيه، طحينة وسلطة خضراء. يلا ندوق. كفتة حلوة جدا جدا، حلوة وطرية والطعم حلو، البهارات التتبيلة بتاعتها كويسة، انت حاسس يعني ان هي كفتة كويسة، ناكلها هي لوحدها. شوية بقى بالطحينة. مطعم العائلات، حواوشي العائلات، يستاهل الزيارة، لسه ترند من زمان ولحد دلوقتي، على طول هتلاقي عليه زحمة، عمرك ما هتخش على حواوشي العائلات وهتلاقيه فاضي، لازم تلاقي المطعم زحمة على طول، وده معناه ان هو مهتم جدا بالجودة ومهتم بالتفاصيل. اسعاره طبعا على قد اليد، سعر السندوتشات الحواوشي بتبتدي من 20 جنيه لحد 50 جنيه، كفتة ب 30 جنيه. فعلا لو هتاكل انت واصحابك، لو هتاكل انت والعيلة، هتاكل وتدفع برضو مبلغ صغير جدا. حواوشي العائلات ارشحه لكم بقوة، فعلا يستاهل زيارة. ادي اول ترشيح معانا، يا ترى معانا ايه تاني ترشيح في منطقة ميدان سفير؟ يلا تعالى نشوف. ومعانا تاني ترشيح، تاكل ايه في ميدان سفير؟ افضل واحسن واقدم واحد بتاع فطير في مصر الجديدة، والناس بتجيله من اخر الدنيا. انا اعرف ناس بتجيله من 6 اكتوبر لحد مصر الجديدة، فطاطري وائل. طبعا ترند سفير فطاطري وائل، احسن فطيرة تاكلها، فطيرة الشرقي اللي محشية من جوه، فطير وائل. تعال ندوق نشوف عنده ايه، يلا بينا. ورجعنا لكم تاني بعد ساعة انتظار فطاطري وائل. لو تروحت له اي ويك اند هتلاقي الدنيا زحمة، وهيقول لك قدامك ساعة ونص، بس هو يستاهل طبعا فطاطري وائل. اولا الفطيرة تقيلة جدا جدا جدا،
جبنا اكبر فطيرة عنده، فطيرة مشكل لحوم سعرها 225، ومع اضافة الموتزاريلا زودناها ب 265. اكبر واتقل فطيرة عنده فطير واقف. تعالوا نشوف الفطيرة شكلها عامل ازاي الاول. تعال وريه يا مايك. نقطع حتة كده قدام الناس برضو عشان الناس تتخيل هو في ايه، فيها ايه جوه. بص 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 يا نهار ابيض. نشوف مكوناتها ايه بقى. مشكل لحوم، بصوا غرقانة موتزاريلا ازاي. مشكل لحوم فيها سجق وبسطرمة ولحمة. نشكل لحوم سجق وبسطرمة ولحمة. فطيرة حجمها كبير تكفي 4 أفراد. 4 أفراد صدقوني تكفي. الفطيرة دسمة جدا، لازم ندوق بقى. يلا. شايفين الموتزاريلا بتعمل ازاي؟ عالمي عالمي. احسن فطاطري في مصر الجديدة بلا منازع. بالامانة فطاطري وائل اللي هيجي ويجربه هيشكرني في الكومنتات. فطاطري وائل احسن فطيرة. اولا طعم البسطرمة فيها رائع جدا. طعم البسطرمة وريحة البسطرمة، طعم الموتزاريلا، طعم السجق، طعم اللحمة. الفطيرة فعلا ما فيهاش اي حاجة سلبية. الفطيرة حلوة جدا جدا. ارشح لكم بقوة فطاطري وائل، ميدان سفير، مصر الجديدة. اللي هيجربه هيدعيلي. فطاطري وائل يمكن احسن فطير هتدوقه في حياتك. عنده مشكل الجبن روعة روعة. طبعا عنده الفطيرة اللي بالسكر برضه لو عايز تحلي. طعم العجين نفسه اللي بيعمله فطاطري وائل فعلا حلو مميز. انت حاسس بالخير كده وانت بتاكل. القطعة دسمة جدا وفيها حاجات كتير. يعني بتهيألي اللي هياكل قطعتين 3 من ديت هيقول لك انا كده تمام. يلا بينا نخش ندوس في الفطيرة دي، وبعد كده نتقابل في الترشيح الثالث. لازم نحلي بقى على قلبنا. بعد الفطير لازم هنحلي من احسن مكان الناس بتجيله من اخر الدنيا. خليكم معانا. ايه الحلو اللي هنحلي بيه في الترشيح الثالث في ميدان سفير؟ حذروا فزروا. يلا بينا. لحد ما نخلص الفطيرة انزل انت بقى دوس لايك وشير. لو عجبك الفيديو دوس لايك، لو ما عجبكش دوس ديسلايك، مفيش مشكلة. اهم حاجة بس تفاعل معانا، اكتب كومنت ايجابي او سلبي براحتك. قناة ترند الترندات بترشح اي مكان انت نفسك فيه. اكتب لنا على الكومنتات ايه المكان الجديد اللي عندك اللي فتح في منطقتك واحنا هنيجي نغطيه. يلا بينا في الترشيح التاني. ومعانا تالت ترشيح. تحلي بوقك بقى. وطبعا ما ينفعش نبقى في ميدان سفير ومنطقة سفير وما نجيبش براند سفير، ترند سفير في الحلويات اللي الناس بتجيله من اخر الدنيا. حلويات وعصاير وكل ما يخص الفواكه عند العائلات. مرطبات العائلات، عصاير العائلات، ايس كريم العائلات. عنده حلويات كتيرة جدا. جبنا طبعا من عنده الحاجة المشهورة كوكتيل الفواكه. كوكتيل فواكه ب 40 جنيه، سعره 40 جنيه. المفروض بيبقى بالايس كريم بس احنا ما رضيناش نجيب الايس كريم. قلنا نشوف الفواكه ايه هي. كوكتيل الفواكه فيه موز وفيه تفاح وفيه كانتالوب. مش عارفين في ايه تاني. هنشوف كده وندوق. وعليه عصير فراولة وعصير مانجا وقطع اعتقد مانجا. هنشوف كده ونجرب. مرطبات وعصاير العائلات براند ميدان سفير. تعالوا نشوف. الموز حلو جدا فريش، يعني تحس ان هم لسه مقطعينه. دي حاجه ميزه طبعا. دي الفاكهه الثانيه كانتالوب. في تاني غير الكانتالوب؟ ده كانتالوب برضه اعتقد. تفاح. تفاح
ارشح لكم قوه مرطبات وعصاير العائلات. الفاكهه بتاعته حلوه طازه، اسعاره حلوه. عنده ايس كريم لو بتحب، عنده عصاير، عنده سموزي. كنا عملنا قبل كده حلقه ايه افضل سموزي، وكنا اخترنا برضه السموزي بتاع العائلات. هسيب لكم اللينك بتاعه برضه. بس العائلات مميز وزحمه طبعا زي ما انتم شايفين، على طول تلاقي المحل زحمه. وعنده اختراعات بقى، والمنيو بتاعه هنحاول نجيب لكم المنيو ونحطه لكم برضه. بس فعلا اختيار موفق. كل اللي بيحب اي حاجه ايس كريم، عصاير، سموزي، كل اللي انت نفسك فيه كوكتيلات، عنده كوكتيلات واختراعات حلوه جدا. يلا نكمل الحلو. وفي نهايه الحلقه تاكلوا ليه في ميدان سفير، منطقه سفير مصر الجديده. جبنا لكم افضل 3 ترشيحات، امشوا ورا ال3 ترشيحات دول وفعلا مش هتندموا. اول ترشيح كان معانا بروتين العائلات، حواوشي العائلات. ثاني ترشيح معانا لعشاق الفطاير، فطاطري وائل، فطاير وائل. فعلا من المحلات اللي استمتعنا بيها جدا. وكان الختام تحلي ايه بقى في ميدان سفير، طبعا عصاير العائلات، طبعا من البراندات والحاجات المشهوره جدا من زمان. فعلا 3 اماكن، 3 ترشيحات عالميه موجوده في منطقه ميدان سفير. لو عجبتك الحلقه ما تنساش شير، لايك، سبسكرايب، اشترك في القناه ويجيلك كل اللي احنا بنقدمه لك. ولو عندك اي كومنت، اي ترشيح انت نفسك تقدمه لنا، اكتب لنا في التعليقات. هنروح ورا اي مكان جديد، اي ترند، فريق ترند الترندات وراه. سلام.